Sidi sana الشيطان فين؟ الشيطان تالتنا. Arsif yesun art kılda Sistem tüsit yazar Atın türün küdürü استويسو الشيطان عرسف يسون ارض كلدان سيستم تسيت يا زارون عطفن ترم كدرم استويسو الشيطان. السلام عليكم يا حاج. لو سمحت يا بابا الاقي الشيطان فين؟ تعالى معايا اوريهولك. خف وزنك شويه يا حاج. ثواني يا حاج. طلع الطوبه يا حاج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الحاج. انت فين يا حاج؟ الشيطان فين؟ الشيطان فين؟ انت ادرى يا اختي. انتوا جايين عشان تقابلوا الشيطان صح؟ انت شايف ايه؟ انا شايف ان الوقت اتاخر دلوقتي والشيطان ممكن يكون نايم. يا عم نايم ايه؟ هو الشيطان بيهمد؟ ده ما بيحللوش الشغل الا بالليل. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخبط على الباب
انت الشيطان؟ أنا المندوب بتاعه. هو مش المندوب ده المفروض يبقى حسن المظهر؟ انتوا لازم تتفتشوا قبل ما تدخلوا على الشيطان. فتش براحتك، عشان انا في عيل من العيال دي شفته وهو داخل كان معاه سبحه. يلا ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. الشيطان فين؟ System loaded. Identify yourself. Success. انتوا عارفين طبعا انتوا هنا ليه. عشان تحدي $1,000,000. انتوا كلكوا زي النهارده من سنة بالظبط الساعة 12 بالليل، وفي ساعة شيطان قبلتوا تلعبوا معايا لعبتي بقواعدي وشروطي، وفي خلال 52 اسبوع خضتوا 52 تحدي، وعلى عكس آلاف اللاعبين اللي دخلوا قبلكم من كل أنحاء العالم قدرتوا تكونوا من الفئة النادرة اللي وصلت للمرحلة النهائية، وده من غير ما تتجننوا أو تنتحروا زي غيركم. وما أظنش ده هيستمر كتير، لأن المرحلة دي هتكون تحدي معايا أنا شخصيا. لا ما تقلقش، احنا قلبنا ميت وجاهزين كويس قوي كمان. اخويا ما تفرش صدرك قوي كده، ده شيطان يعني ممكن يبعترنا كلنا. انا بالنسبه لي $1,000,000 دول هاخدهم عدا ونقدا، مش هقبل شيكات. يا عم فلوس ايه؟ ده شيطان رجيم، يعني كلمته واحده. الفلوس مفيش أكتر منها، لكن ده رهان على حياتكم وما فيهوش رحمة، ودي آخر فرصة ليكم عشان تنالوا عطفي وتتراجعوا وتبوسوا الأرض تحت رجلي وتطلبوا السماح وتقروا بالهزيمة قدامي. انا $1,000,000 دول بالنسبة لي تذكرة هروب من مشاكل كتير قوي، حلها كلها الفلوس. سنين وانا شغال لأغنى الناس في البلد، أوسخ حاجة في الكون لما تبقى شايف العز ده كله قدامك ومش طايله، مش قادر حتى تحلم بيه. عشان كده أنا مش هفرط في حلمي ومش هتراجع حتى لو على موتي. $1,000,000 نوبة واحدة. أنا عايش عيشة الكلاب في شقة قد الحق، أنا والجماعة بتوعي وسط الدخنة والزحمة والقرف. يوم أحب أشم نفسي وأفتح الشباك بلاقي في وشي طوب أحمر ومنشر الولية البومة اللي قدامنا. أنا نفسي أقب على وش الدنيا، نفسي أجيب شقة 120 متر على شارع الهرم الرئيسي. لا، أنا مش هجيب شقة، أنا هجيب عمارة وفي كل دور أتجوز واحدة عشان أذل مراتي وأقل أصل معاها. أنا هبهرك، وبعد ما أتجوز ال4 هخونهم كلهم مع نسوان في كباريه من شارع الهرم الرئيسي. $1,000,000. $1,000,000 دول بتوع أنا أحق واحد بيهم. $1,000,000 دول تمن شقاية وتعبي وذلي وجوعي، تمن كل واحد داس عليا وقلل مني وحسسني إن أنا مسواش حاجة عشان ما كانش في جيبي جنيه. أنا هاخد $1,000,000، يا $1,000,000 يا حياتي. $1,000,000 بتوع أنا. ها؟
بص يا باشا، صلي على النبي. انا كده كده مش عارف اقنعك ازاي، انت شيطان وعارف كل الحوارات، فانا هجيلك دغري. انا عيل غلبان قوي 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 يا باشا، من النوع اللي يصعب على الكافر، فاكيد اصعب عليك. فعشان خاطري اديني $1,000,000. انت اصلا عليت على سقف طموحي، انا كان نفسي في 1,000,000 مصري وباني حياتي عليهم. انت بقى مصمم على الاخضر، فيا هلا بالاخضر يا باشا. انا في الاخضر جنايني، وانا عارفك انت بتحب المحرمات. اديني الاخضر وانا اشتغل لك في الازرق. يبقى انتوا اخترتوا مصيركم بايديكم وقررتوا تلعبوا مع الشيطان، واللي اختار يلعب مع الشيطان يبقى يلعب بقواعد الشيطان. دلوقتي هنبدأ المرحلة الأخيرة، مكونة من 4 أجزاء: يا الفلوس يا الموت. جو. حزن على الساعة. ده الواحد كده جدته هترصرص. ما بحبش التكييفات أبدا، ومش النور منور. أمال إحنا فاتحين الكشافات ليه؟ صحيح. صح، إيه المرايات دي كلها؟ دي اسمها أوضة المراية. أظن كل واحد فيكم شايف نفسه كويس. والمطلوب المطلوب بكل بساطة إن كل واحد فيكم يبص في المراية ويعرف نفسه هو مين وشغال إيه وإزاي بدأ اللعبة. قدامكم 60 دقيقة من دلوقتي عشان تنهوا المرحلة دي. أنا هبدأ. شادي برهان. صباح الموز. ايه اللي حصل؟ راجل غريب قال بس تضحكوا على ايه؟ ما تضحكوش عليا، انا بتكلم بجد. ده راجل مجنون بيقول اي كلام وخلاص. قال ايه؟ قال ان بيمتلك تعويذه تقدر تستدعي ست اله الشر عند الفراعنه. حد شاف التعويذه دي؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ايوه يا عم بصدق، انت مالك انت؟ حد شافها؟ انا صورتها بموبايلي بس مش تفهم منها حاجه، كلها رموز غريبه كده. وريني بس الله يمضى، وريني. روتا هاتير خرابو يا رميس. ايه ده؟ ايه ده؟ اطلع ميه. كات! الله ينور يا بنات، والله الله ينور يا بنات، تحفة والله تحفة. يلا يلا بقى عشان نطلع فوق. انا قاعد ابدا في المشهد بقول لها برافو يا نجوم يا نجمات. ايه ده؟ ايه ده نجم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ما تقوليش ايه ده؟ ده حيوان المفروض يتضرب بالنار. ده حشرة المفروض يترش عليها مبيد حشري. ولد صوت نفايات بشرية، اقسم بالله نفايات بشرية. هو انا منهم يا نجم؟ ما تنساش تعدي على المنتج عشان تاخد منه الدفعة الأخيرة، وبرضه خد حسابك لو عاصلك معاك كلمني انا اظبطه، اوكي؟ وبعدي هات لي حته كده عشان انا النهارده معايا ده ميعاد حلو قوي مع مها في الشاليه. انت عارف بتحرق كتير، مبسوط منك يا بندق. وفي يوم نازلين انا ولؤي رايحين عرض خاص لفيلم بطولته. جميل، ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفتكر النوعية دي من الأفلام بتنجح وتعيش؟ طبعا أفلام الكون لا الحمد لله بتنجح وتعيش. طب هل الإيرادات هي المقياس الحقيقي للنجاح؟ لأن حضرتك أنت عارف إن أنت بتتعرض لانتقادات كشخصك يعني كفنان سوري. في البداية طبعا الفن رسالة ورسالة عظيمة، بس ده ما يمنعش إن الفيلم لو ما جابش فلوس ما بيبقاش فيلم، يعني بيبقى عامل زي الأرض البور. عارف الأرض البور ما بتجيبش خضرة؟ فنان كلمنا عن قصه الفيلم المختلفه والمتوقع انها تكسر الدنيا. نتفرج على الفيلم وبعدين نتكلم. الف مبروك. باي. باذنك. إيه ده في إيه؟ أنت بتعمل إيه في الموبايل؟ هات الموبايل يا عم أنت! أنت بتمسح حاجات، أنت جننت! بتمسح الحاجات ليه؟ يا عم هات الموبايل يا عم، ما تخلينيش أكسر دماغك! مسح الحاجة! من لحظة معناها جت في عينيها وأنا مش قادر أبعد عن تفكيري. عرفت إن اسمها أسيل، وعرفت إنها عايشة مع والدتها وإن والدها متوفي.
عليك عين تيجي هنا بعد اللي عملته؟ ما تفتكرش نفسك جامد يعني. والله العظيم والله العظيم لولا الناس كنت اديت لك حته لوكاميه. لوكاميه؟ ايوه لوكاميه. عاجبك كده؟ طب يا ستي انا بعتذر لك على اللي حصل المره اللي فاتت، والورد ده عشان تقبلي اعتذاري. ولا ورد ولا زفت، مش عايزه حاجه منك. وبعد اذنك بقى وسع كده عشان ما المش عليك الناس. وسع يلا يا ماما يلا. طيب ينفع نتغدى سوا النهارده بما اننا بقينا خالصين يعني؟ اللي انت عملته دلوقتي ده؟ وايه اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت ايه؟ عم ساعة ما انا جت في عينيكي وانا مش عارف انت عملت فيها ايه. انت عاوز مني ايه؟ عاوز اتجوزك. والايام اللي كانت بعد اليوم ده كانت حلم جميل. ما كناش بنفترق طول اليوم الا على النوم وبس. نفسي اعمل لك فرح في اكبر اوتيل في مصر. انت عارف الزفه دي والعربيه دي عندي ب100 فرح. المهم ان انا معاك وهفضل معاك على طول. بس اللي قال ان الدنيا غداره ما كدبش، لانها ممكن في لحظه تقلب سعادتك لجهنم حمراء. ايه يا اسيل في ايه؟ بتعيطي ليه؟ طلقني يا شادي. اطلقك؟ وقتك خلص. أنا اسمي هاني الخواجة. طول عمري ماشي بمبدأ ومؤمن بيه، إن السعادة الحقيقية مش في المال، السعادة الحقيقية في الأموال. بس الأموال دي تيجي إزاي ومنين؟ وأنا عايش في أوضة شباكها مكسور. في الصيف الشمس اللي بتصحيني، وفي الشتاء المية اللي بتنقط من السقف ما بتنيمنيش. عشان كده جدتي نحست، ما بقتش احس لا بحر ولا بسقعة. فطاري كان 5 نجوم، بس ايه، النجوم بتاعت عز الظهر. بيقولوا أكل العيش مر، بس معايا كان ناشف ومر. أنا خريج كلية تجارة بتقدير عام جيد جدا. من ساعة ما كنت في الكلية ما كانش شاغلني غير موضوع البورصة، الناس اللي بتكسب ملايين في لحظة. وأنا بصراحة كان نفسي أبقى مليونير في لحظة. الوحدة وقلة الحيلة خلوا أفكار كتير وحشة تيجي في دماغك، أفكار الشيطان نفسه ما يفكرش فيها، بس كنت بفوق نفسي في آخر لحظة. أبويا مات قبل ما يشوفني، بس أمي الله يرحمها حكت لي عنه كتير. قالت لي إنه كان طيب بزيادة وما خدش حظه من الدنيا، وأنا قررت آخد حظي وحظ أبويا من الدنيا. البورصة كانت لحسة دماغي، لكن لما اشتغلت في الشركة كانت اللحسة دي بتزيد كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. يمكن عشان كنت شايف ملايين بتروح وتيجي قدام عيني. طب وأنا؟ وفي يوم قررت أبدأ طريقي. ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ يعني جاي لي كده مش كفايه ان انا سايبك فوق بيتي في السطوح ساكن في الاوضه ما بتدفعش سفلقه،
جاي كمان تطلب ايد بنتي؟ هتورثني بالحياه يالا. الله يسامحك يا معلم عبود، انا برضه اطمع فيك. ده انا بتعامل معاك زي ابويا الله يرحمه. في حد برضه يطمع في ابويا الله يرحمه؟ لا. ولا انا عشان يتيم ما شرفش يعني؟ ولا هاني في ايه؟ بلاش، بقول لك ايه، بلاش كده، انا دمعتي قريبه. يا معلم على فكره انا بحب بنتك من قبل ما اعرف انها بنتي، ومن قبل اساسا ما اعرف ان انت ابوها، ومن قبل ما اعرف ان انا بحبها اصلا. وبصراحه بقى الشارع كله عارف ان انا بحب بنتك. ولا اصحى لكلامك وشوف انت بتقول ايه، تعدل لي كده. بحبها يا معلم. اوعى تكون غلطت معاها. انا جاي لك قبل ما اغلط معاها، ده جزاتي برضو. وبعدين يا معلم انت عمرك سالت نفسك انا ما بدفعش الايجار ليه؟ سالت اخويا كتير وما اعرفش ليه. طب ما تسالني انا. ليه؟ عشان انا بحوش مرتبه يا معلم، عشان انا عمري ما عايش بنتك فوق السطوح. انا حاجز لبنتك في كومباوند كبير قوي في 9 اكتوبر. في 9؟ هي مش كان 6 اكتوبر يالا؟ لا هستلم في 9 اكتوبر. تاريخ يعني. ايوه. طب اخويا انت والمحروسه رحتوا الكومباوند ده، هتعيشوا ازاي؟ المام انت وهي منين؟ ما هو ده بقى اللي انا جاي اكلمك فيه يا معلم. تسمع حاجه عن البورصه؟ والله اعرف بس ما فهمش فيه. بص يا معلم، انا شغال في شركه كبيره في البورصه. انت لو سبت 100,000 جنيه في البنك في الشهر تعمل لها قد ايه؟ يعني 5000 جنيه. انت لو حطيت 100,000 جنيه في البورصه بعد اسبوع واحد يبقوا كام؟ 6. لا 7. مليون جنيه. مليون جنيه، هي دي فلوس البورصه، ملايين بتروح وتيجي. ازاي يالا؟ زي ما بقول لك كده. انت بقى لو شاركتني وحطيت ايدك في ايدي هنكسب دهب، وبكده تبقى ضمنت مستقبل بنتك. والله كلامك حلو يالا، بس ايه الضمانات؟ انا معلم عشان تضمن حقك انا هكتب لك شيكات بالمبلغ. حلو. بس بدون رصيد. مش حلو. ما انا لو معايا رصيد انا هستلف منك ليه؟ لكن بعد اسبوع واحد هيبقى فوق الرصيد. قلت ايه؟ حلو. نقرا الفاتحه؟ على البيت ولا على البورصه؟ على الاتنين. صدق الله العظيم. الحمد لله. واخدت من المعلم عبوده 500,000 جنيه. ضربت بيهم كلهم مره واحده في سوق الفوركس في لندن، لان خبرتي الشهور اللي فاتت عرفتني ان ده اسرع طريق للمكسب. وفي لحظه كل حاجه راحت. اكتشفت ان اكبر حمار كبير وبديل كمان. ما علينا. انت اللي عليك الدور. انا اسمي معتز زكريا ابو المعطى حرحش، الشهير بمعتز حرحش، موظف على الدرجه الثانيه في الشهر العقاري. يعني بلا فخر كنت انزه وانضف موظف في كشهر عقاري. اتفضلي. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده يا ابني؟ خير يا اخويا، في ايه؟ انت اسمك اوان ولا روان؟ اوان يا اخويا. ده اوان الاحزان. الالف هنا مكتوبه عندي وكانها راء، يعني في شبهه تزوير. يعني انا مش همضي العقد ده حتى لو مسكت السلك عريان ورقصت زومبا. يعني ايه يا اخويا؟ يعني بعد 3 ساعات واقفه على كعوب رجلي مش هتخلص لي الورق؟ ان شاء الله تقف 3 ايام. ادام الورق مش مظبوط تبقى تاخديه تظبطيه وتيجي. خلاص يا اخويا، الله والغنى. ده هناك عند اللي بيلقطوا الشيخ محمد. انا كنت بمشي في الحاره زي الاسد. السلام عليكم. ولا يهمني اتخن تخين ولا اي عيل شوح يقدر يحط عليا، لغايه ما عيني جت على لوسي الوتكه بتاعت الحته. كان الاسد ده بيتحول لقطه، يا مانجا على فراوله يا جنه الفواكه هنا. ولاني كنت عارف ومتاكد انها بتسوق عليا الدلال، انفخ ادمي انفخ انت بتجيب وراها، مع انها بتدوب في دباديبي. طب تعالى بس هقول. كنت كل يوم اسير عاطفها برساله حب متينه ما تطلعش من ايد مزار قبال. حسب الشجره وحش الادغال.
الكدب خابة، هي عمرها ما ردت عليا. اقول لك كلمة طيب، لكنها برضو ما عملتش بلوم، وده اكد لي ان هي عايزة تسمع مني كل يوم كلام حلو. اصل الستات دول بيحبوا بودانهم مش بعقولهم. وفي يوم واني ماشي، الو لوسي، وانا اقول التليفون هنك ليه؟ ده هنك حته تهنيكه. يلا زهير، انت اللي عليك الدور. انا هحكي لكم حكايتي بس عشان خاطر محدش يضحك. عندنا في الكومباوند بتاعنا حياة غير أي حياة. بتلاقي الأكل في أي حتة ومن غير فلوس، على بعد خطوات منك. الكوميونيتي بتاعنا مختلف عن أي حد. عندنا منطقة الترفيه، تصحى من النوم تنزل البسين، هوبا، وتاخد الدرينك بتاعك. وإيه ده كمان؟ هما كانوا بيصوروا قبضة الهلال هنا ولا إيه؟ وفضلت كده لحد ما شفت رمانة وخطفت قلبي. إيه ده؟ يا أغلى من أيامي. صوتك حلو بس مش زي أخلاق. يا أحلى من أيامي. زهزاه، احنا لازم نغير حياتنا دي. احنا محتاجين ننقل في كومباوند. نسرق كومباوند؟ بص يا زهزه، أنا عايزاك تزهزه معايا. ألهك لك نص أكومك جنبي هنا. بقى أنا أقول لك يا راجل نشتغل شغلانة نضيفة تقول لي نسرق؟ بلا قرف بقى. أمال نعمل إيه يعني؟ نتعلم شغلانة نكسب منها لقمتنا بعرق جبيننا. عرق، شايف العرق ده؟ أيوة بس ده عرق نسوان. يرضيك آكل من عرق النسوان؟ اعرق معايا. اعرق معايا. يا رمونا احنا عايزين نشتغل ايه يعني؟ بودي جارد. بودي جارد؟ اخرك تعمل جرد. بقول لك ايه، انا جات لي فكره. انت ولا دمك خفيف؟ احنا نتبرع بيه. حسبي الله ونعم الوكيل، هنشتغل بيه. الله، ده مانجا دي ما بتاكلش ليها زياده. والله خايف ادوقها تعجبني، ما اقدرش اعيش من غيرها. حبيبي ده انت حالتك صعبه قوي. تتجوزينا يا رمانه. هروح كام بايش. احنا دلوقتي خلصنا في الميعاد اللي انت قلت عليه. لا حد فينا نهار ولا حد فينا انتحر ولا حد فينا حصل له اي حاجه. احنا من حقنا دلوقتي نروح المرحله اللي بعدها. صحيح، بني آدم مغرور معجون شرور، مش عايز يشوف عيوبه حتى لو قدام عينيه. أنا هنقلكم للمرحلة التانية، دي قواعد اللعبة.
ده ايه النصيبه اللي احنا فيها دي يا جدعان؟ ده شكلها كده كل اوضه اسخن من اللي قبلها. اهم حاجه بس وانتوا بتتحركوا اتحركوا براحه وخلي بالكم كويس قوي، يكون في فخ كده ولا كده، مش عايزين ندي الامان بزياده يعني. انا راهنت ولما براهن ما بخسرش. انا لازم افتش كل حته في الاوضه دي. هو الحلو ان الدنيا هنا مش برد زي الاوضه اللي فاتت، ده انا عظم الجسم نشف. ما تستعجلش على رزقك يا اخويا، انت جاي تصيف، حد عارف هيطلع لنا فيها ايه؟ ده سم وباين قوي انه من نوع خطر، ريحته نفاذه جدا. طب يا جدعان هو سايب لنا الاسلحه دي هنا ليه؟ مسدس مع طلقه واحده. وده معناه ايه؟ ملوش غير معنى واحد، السم والخناجر والمسدس طرق مختلفه للانتحار، كل واحد يسوق في الانتحار بقى. يعني كده بيقول لنا ان الانتحار بالنسبه لنا هيبقى اهون علينا من اللي هنشوفه في الاوضه دي. خبر اسود ومنيل، دي بانها واقعه سودا ومهببه. انا شايف الحل الوحيد عشان ننجم من اللي احنا فيه ده ايه؟ نتوب بقى. استنى بقى، في ايه؟ انا خايف. وانا ايه؟ انا خايف. خايف انا كمان. مقفول مش بيفتح. انت عايز ايه؟ أكيد طبعا فاكر عملتك السودة القذرة، ولا تحب أفكرك؟ أنا ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة؟ فاكر لما مراتك جاتلك والدموع في عينيها؟ في يا ياسين مالك معاها ليه؟ طلقني يا شادي. طلقك؟ فاهمين ايه اللي بيحصل؟ انا مش هقدر اخلف. انت بتقولي ايه؟ انا من كام اسبوع رحت للدكتور، اكتشفت ان انا عندي مرض نادر، عندي ضمور في الرحم. ولكن الحالات من المعروف عنها انها صعب تتعالج. هل الطب قدر يوجد لها حل لحد يومنا ده؟ الطب بيوجد دايما حلول لمعظم الامراض اللي موجوده، ونسبه نجاح العمليه بتتخطى 99%. وهل تكلفه العمليه عاليه؟ للاسف تكاليف العمليه غاليه جدا ومش هتقل عن 500,000 جنيه، وما زالت التقنيه حديثه وبتحتاج بعض التطوير عليها. شادي انت صاحي؟ صاحي وسامع. طب هنعمل ايه؟ انا لو بعت الموتوسيكل وبعت عفش البيت على حتتين الدهب اللي معاكي، يا دوب نجيب 100,000 جنيه بالعافيه. هو ما ينفعش يعني تستلف لو اي المبلغ ده؟ لا مستحيل يعمل كده، ده ميت على الجنيه، الجنيه بيطلع من جيبه بالعافيه. مستحيل. بس هي دي الطريقة الوحيدة. انا ما اقدرش اخون الشخص اللي ائتمني. يا حبيبي يا حبيبي، انت الوحيد اللي شايفه كويس، كل الناس شايفاه زفت ما عدا انت. ما يخصنيش،
ما يخصنيش. انا اللي يخصني ان احميه، وهي دي شغلتي. ما انت بالطريقه دي بقى هتحمي. طبعا انت في البداية مثلت انك رافض الحل ده، وقلت انك مش ممكن تعمل كده عشان صورتك قدام أسيل وقدام نفسك، لكن من جواك ما صدقت تلاقي حل لأزمتك، ولو على حساب الراجل اللي لحم كتافك من خيره واللي كلت معاه عيش وملح. هنلعب بعدين. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ اهلا بيك. تمام يا ريس. الظرف ده جواه فلاشه عليه الصور والفيديوهات. اتفضل. تسلم ايدك يا قمر. طبعا حضرتك في الاول وفي الاخر صحفي، ومش انا اللي اعلم حضرتك اداب مهنتك. ده اكيد. فانا ارجوك ما تاذيهوش. هو يا ريس بس عايزك تطمنه وتقوله هتعمل ايه بالصور والفيديوهات. اطمن، دول مليون جنيه. لو حابب تاخدهم خدهم، لو مش حابب انت حر. بس يا ريس مفيش بس. الفلاشة دي انا هدفع ثمنها، وانا حر اتصرف فيها زي ما انا عايز. ايوه بس دي حياة بني ادم. وانت بعتها وانا اشتريت. مع السلامة. تعال. حابة تتفرجي على فيلم العمر يا حبيبتي؟ تعال. لسه فضيحة الفنان لؤي منصور شاغلة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وده بسبب الفيديوهات والصور الفاضحة اللي اتنشرت ليه في الأيام الماضية. شادي الحقني يا شادي، انا بولد. تعال. بسرعه يا شادي، مش قادره. يا رب لو سمحتي. ايوه مفيش اي اخبار؟ الف الف مبروك، المدام جابت لك ولد زي القمر. الحمد لله الحمد الف لله. الف مبروك. متشكر كتر خيرك كتر خيرك. الف شكر. متشكر. ورد إلينا الآن النبأ التالي: تم العثور على جثة الفنان لؤي منصور في شقته صباح اليوم متفحمة، وقد أفادت التحريات الأولية أن الفنان الشهير قد انتحر على أثر الفضيحة المدوية التي عصفت به خلال الأيام الماضية. طبعا كنت فاكر ان محدش عارف انت بني ادم خسيس قد ايه، وبتلعب بالبيضة والحجر. لا لا لا، لو سمحت انا ما اسمحلكش. انا كنت بحارب ظروفي مش اكتر. فاكر بعد ما ضيعت فلوس المعلم عبودة في البورصة عملت ايه؟ اقنعت بنت المعلم انها تديك دهبها عشان تشغلها مع فلوس ابوها، وهربت من البيت. واكيد انت عارف الباقي. احمر 6 9 14. آخر رمية أحمر. لفة جديدة وهتكون الجولة دي انتهت. جاهزين؟ أخضر 33. 3 7 13. أزرق 3 8 14. احمر 17.
مبروك كسبت 10000 جنيه. مبروك ايه؟ مين اللي كسب؟ هو؟ ايوه انا اللي قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ انا قلت اخضر 33. ايوه انا قلت اخضر 33. ازاي يعني؟ انا بسمع كويس وبعدين اللعب باين قدامك. لا يبقى نرجع للفار. انت رايح فين؟ يعني ايه انا ما تاخدش الموضوع على اعصابك قوي كده. لانا، اسمي لانا. خدش الموضوع على حسابي ازاي؟ انا كنت ماسك بايدي 10000 دولار راحوا. اللعب مكسب وخساره. انا معيش الا خساره. انا خسرت كتير. عايز اللعب يبقى مكسب بس. هو في طريقه ممكن تكسب بيها على طول، بس سكتها صعبه قوي. طريقة ايه؟ انا معاكي في اي حاجه. يبقى تعزمني على العشاء. انا مش جعان. كل ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. انت عايزه مني يا مدام؟ مدام انسه لو سمحت. تصدقني مش باين عليكي. مطلقه ارتحت. بس انا بصراحه يعني اول مره احس احساس ان هو ده شيطان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله؟ واحده قابلتها في صاله قمار عزمتني على العشاء. اكيد الخطوه اللي جايه تاخديني على البيت. لا طبعا. لا ليه طيب؟ بقول لك انا شفتك وانت بتغش في اللعب. والغش في القمار حرام؟ لا بس كان واضح عليك جدا انك لسه مبتدئ، لانك راهنت على كل الفلوس اللي معاك، ولما كسبت ما شبعتش وراهنت تاني وبرضه حاولت تغش. ده معناه ان القمار بيجري في دمك. كنت فاكر ان البورصه طريقي، لكن اول ما دخلت صاله القمار اتاكدت ان هو ده طريقي اللي انا بحلم بيه. انا كل اللي يهمني ان احنا نبقى ايد واحده، لان حاسه ان في حاجات بينا مشتركه كتير، ولو ده حصل هنعلى ونبقى فوق قوي. عرفيني انت بس الطريق ومش هتندمي. دي الحل. ايه دي؟ دي كرة رولت، بس مش كرة عادية. دي جواها شريحة إلكترونية تقدر تتحكم فيها برموز على شكل ميدالية، ولو انت شاطر بجد توقفها على الرقم اللي انت بتراهن عليه. الكرة دي كنز. بس لو بقيت على عجلة الرولت مش هنا. لا اعتبريها هناك. انت عارف ده لو حصل ده معناه ايه؟ احمر 7. ياي! احمر 28. لا بقى حظ ماشي يبقى خلاص. ماشي يا جنبي. زود 300 والزياده على 10. 0 10 15. 5. مش مصدق نفسي بقى نادي القمار ده كله بتاعنا احنا. انا نفسي اتفتحت على النوادي. انا بفكر اشتري نادي بيراميدز. مش ناوي بقى تقول لي قدرت تحط الكرة السحرية دي ازاي على عجلة الرولت؟ مش ناوية انتي تقولي لي؟ انت لسه انسة برضه؟ المراهنة المرة دي بمبلغ كبير شوية، 100,000 دولار. جاهزين؟ جاهز. انت نصاب وبتغش وانا هوديك في 60 داهيه.
انتوا طبعا ما تعرفونيش كويس. انا رؤوف السرياوسي. رؤوف السرياوسي؟ طيب هو مين يعني؟ صاحب اكبر مكتب محاماه في البلد. عارف يا هاني، انا شفت كتير ولفيت كتير. بالبلد كده تقدر تقول عليا صايع. لا يا باشا، ما اقدرش اقول كده. قول. طب انت صايع يا باشا. علشان كده قطعت عليكم من اول لحظه في تكايه الكوره والريموت. بس يا رؤوف اكمل كلامي الاول. هي حركه حلوه بس انا صايع. رؤوف باشا، اللي ما يعرفك يجهلك، وانا هعوض حضرتك وادفع لك الفلوس اللي انت خسرتها، وفيها 10% كده. 20%. لا، ما هو 30% كتير قوي. حكي مجاملة. ليه؟ ما احنا كنا حلوين. حلال عليكم اللي خدتوه، بس ده مش كادو، ده عربون شغل. شغل ايه؟ انا هتكلم معاكم بصراحه ودغري. انا محامي عقارات قديمه، بدور على العقار القديم الغالي اللي محدش بيسأل عليه. انا بسأل عليه. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا باشا. يعني مثلا صحابه مهاجرين او اجانب، انا بحط ايدي عليه واسلك له ورقه واطلع باللي فيه الاسم. حرامي يعني؟ حرامي زينا. حرامي احسن مننا بكتير. تحب اقول ايه يريحك يا باشا؟ الحرامي ده اللي بيسرق، انا ما بسرقش. أيوة. الفترة اللي فاتت وقع في سكتي قصر مهجور، صعب عليا. اصل انا بيصعب عليا الحاجات المهجورة قوي. رؤوف باشا خليك معايا. ايوه هادي. القصر ده اصحابه بشوات من بتوع زمان، وكان هيطلع لي فيه مصلحة كويسة قوي، حوالي 100 مليون جنيه. كم؟ بس للأسف المصلحة ما خلصتش. ليه؟ ورقها ما ظبطش معايا. والمطلوب؟ ورقة صغيرة، وعلشان مش عايز أظهر في الصورة الفترة دي، انتوا اللي هتجيبوها لي. احنا؟ سعادتك يعني متأكد منين إن احنا اللي نقدر نجيب الورقة دي؟ لو ما كنتش متأكد ما كنتش قلت لك. طب وأنا موافق، بس بشرط ما يكون لنا نسبة في المصلحة دي. اوكي. يبقى ديل. في صحتك يا رؤوف بيه. في صحة المدام. أنسة لو سمحت. أيوه، الفلوس. أنا مريض بالفلوس، بحبها. أنا مش عارف أنت طايق نفسك بقى إزاي. اخرس. أنا معتز أبو المعاطي حرحش على سن ورمح. أنت عايش في الوحل وسهرتك الزبالة سابقاك في كل حتة. يعني يا لوسي، يعني أنت كاتمة في قلبك كل دون وسايباني أولع بنار الحب ووحوح على شواية الغرام. ايوه يا اخويا، مش عشان اتاكد ان انت بتحبني بجد واني مش نزوه من نزواتك يا زير النساء انت. ايوه. يا نزير، عرفت منين ان انا نزير نساء؟ من رسايلك يا اخويا اللي كلها كلام يدوخ. انت دايخه حبيبتي، اجيب لك بنادول. قال قولي لي يا لوسي، ايه المستجد اللي جد خلاكي تبوحي بحبك؟ الصراحه هما 3 مستجدات. الاولاني اني اتاكدت انك بتحبني، والتاني اني عرفت ان انت هتتعين في الشهر العقاري وان انت ليك مستقبل جامد. ايوه، انا مستقبلي جامد قوي. ده انا بفكر اجيب شقه ارض بجنينه وعربيه لانوس. سلام. تفهمنيش غلط، انا بس بهش الدبانه. هش يا اخويا هش. خرابي. طب والمستجد التالت ايه؟ المستجد التالت اني اتاكدت من رجولتك وشهامتك وجدعنتك ومروتك
وان انت هتستر عليا في السر اللي انا هقوله. استر عليكي؟ سر ايه؟ هو الوحش منين؟ انت اسمك ايه؟ يا جميل قوي يا رد عليا. انا احمد نجمه. انا احمد نجمه حلوه. بقول لك ايه يا جميله، انت منين؟ وسع كده. اقول لك حاجه حلوه من هنا ولا مرتزقه؟ الحلوه في اعدادي وبتاكل زبادي لا ويلا خلف مع الاموره بوز البطه. تعالي يا حلوه. بقول لك ايه يلا بينا. يلا تشربي. اطلع يلا. اركبي اركبي اركب. يلا بسرعه. اللي حصل ده أثر في نفسيتي أوي. سر عمري ما كنت هقوله لحد ما أموت. كنت هتفاجئني؟ بس أنت يا أخويا مش أي حد. أنا عارفة إن أنت راجل شهم جدع، وعمرك ما هتحاسبني على حاجة أنا ضحية فيها. أنا هتجوزك وهستر عليكي عشان بحبك. صباحية مباركة يا سيدي العرسان. يا صباح العسل. مش كده يا لوسة، عبارة عن فرحتك بس بالراحة شوية. الجيران يحسدوني. أنا عايزاك بقى تاكل الصينية دي كلها، تخلص عليها. أنا هخلص على الإيدين اللي ماسكة الصينية. معقولة؟ قشطة ولابس أبيض. تو ماتش وايت. وأنت لسه شفت حاجة؟ بس مش حاسس في نفسي إلا البيجامة بتاع علا غانم اللي أنت ملبسها لي دي. دي قمر عليك. والنبي أنت بنت حلال وكيرفي في نفس ذات الوقت. أنا مش عايز دي، أنا عايز دي. بقول لك يا لوسة حبيبتي، ما تسيب البابجي اللي في ايدك دي وتقومي تعملي لنا لقمه سخنه، الا الواحد معدته نشفت. منين يا حسرة؟ قال على رأي المثل، اطبخي يا جارية، كلف يا سيدي. كلف يا سيدي؟ نعم يا اختي. انت مش لسه ساكعه 3500 جنيه اولت امبارح مرتبي كله اول عن اخر؟ وهي دي بتسميها فلوس يا عرة الرجالة؟ دي يا اخويا يا دوب لا بيكملوا الكوافير ولا الميك اب بتاعي. الميك اب بتاعك ده انت كل حاجتك من اخر العنقود. خلصت ال 3500 جنيه في ايه؟ مين دي يا حيلتها اللي حاجتها من اخر العنقود؟ ده انا حاجتي كلها براندات وميك اب فور ايفر. طب بلاها غدا، ما تيجي نحلي. والنبي يا اخويا تتهد بقى وتتوكس، وما تبقاش تنسى في فواتير عندك ابقى ادفعها، كهرباء وميه وغاز. غاز؟ احنا اصلا ما عندناش غاز، انا لسه مغير لك الانبوبه. وتليفون. صباح الفل يا معالي الباشا، برنس شارع كار والله. صباح. سيجاره يا استاذ؟ ما بدخنش. الورق ده ناقص، فوت علينا بكره. ناقص ليه يا استاذ؟ انت خير وبركه، وانا ناعي ليه؟ انا ورايا قطر. والله بقى عشان تلحق القطر. ربنا يخليك لينا يا باشا، شكرا. شغلنا احنا بنعامل ربنا. يا محمد هات اللاتيه بتاعي ستاربكس. وبكده اتحولت لأكبر مرتشي في مصر، ودرج مكتبك بقى زي البير اللي ملوش قرار. بقى انت راجل، انت راجل في البطاقة بس. لا انا راجل وابن راجل. الرجولة بالأفعال، ولا تحب أفكرك بأفعالك وخليك تحكم على نفسك؟ مش عايزة تتجوزيني ليه يا رمانة؟ استفسرت نظرك ولا انا يعني عشان ما بكبرش؟ بصي يا زازا، انا اتبهدلت في حياتي كتير قوي قوي. انا وعيت على الدنيا دي في ملجأ ايتام، ومن يوم ما هربت منه وانا عايشه في الشارع ده وتحت رحمته. وكان نفسي يعني لما اتجوز يعني احس بالامان زي بقيه البنات. امان الاربع حيطان، امان الراجل اللي يعرف يحميني من كلاب السكك اللي حواليا طول عمري. يعني انا مش عارف اديك الامان يا رمانة؟ مش عارف احميك يعني؟ زهير انت زي اخويا، انا بحبك زي اخويا وما اقدرش استغنى عنك ابدا. بس انت يا عيني زي حالاتي، وحداني ومالكش حد، وعايز اللي يقف جنبك ويحميك يا زهير.
انا وانت محتاجين سند يا زهزه. انت بتقولي كده عشان انت بس شفت الوش الطيب بتاعي. لا يقرب منك اكله بسنان. خليك ليا بس والنبي ما تعمل الوش ده تاني عشان بتضحك. يا بنت بتخبي مني ايه وانا هغش منك؟ خبتني يا زهزه. بقول لك انا فرحانه بيك. الفيديو اللي انت رفعته على النت عامل شغل عالي 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 قوي. انت عارف احنا محجوزين في كام حفله لحد دلوقتي؟ كام؟ 3. شفت يا بنت؟ يعني هتحلى والاشياء هتبقى معدن وهتزهزه يا زهزه. شفت يا بنت؟ ادي فكره واحده بس من فكراتي، ده في 10,000 فكره جايين. واقول لك على حاجه، هجيب لك اوضه وفيها سخان. والاقسم بالله والله العظيم. يعني اخيرا هستحمى؟ اخيرا. الحمد لله كنت خايفه اعفن. افهم من كده ان انت موافقه تتجوزيني؟ موافقه. بما اننا كتبنا الكتاب بقى، مش هنعمل زي المتجوزين؟ ما بيعملوا ايه؟ انت وافقي بس وانا اقول لك بيعملوا ايه. لا يا اخويا مش موافقه، احنا اتفقنا هنكتب الكتاب وبس. وبعدين انا عايزاك تفسحني وتوديني السيما وتجيب لي فشار وبيبس وتدلعني. يا بنت افهمي، ما هو اصل احنا لازم نعمل زي المتجوزين، انت مش فاهمه. يعملوا ايه يعني؟ انا كبرت. احلف. والله. انا كمان. وانت بتكبري من شعرك؟ امال ايه؟ يا بنت اسمعي، اصل احنا الاتنين كده ما بنعملش اي حاجه تدل ان احنا متجوزين. طب نتخانق لنا خناقتين طيب. حلو، ابدا انا الاول ونجيبوا بوسه. لما نفسي. تاني كل شويه هنتخانق يا ولا انا عايز اعرف يالا انت واخد البت الحلوه دي رايح بيها على فين؟ واحنا كنا رايحين فين؟ سيما باين. رايحين السيما. سيما؟ سيما يا حبيبي. طب مش تستنى تعرف داخلين فيلم ايه الاول؟ انا خليك تشوف الفيلم على الحقيقه. تعب اقول لك. انا بقول لك ايه؟ بس نشوف شغل بقى. اقعدوا. ده هيتبسط بيك يموت. اقعد هنا يا اشوف الموزه دي راحت فين. بقول لك ايه؟ انا خايف. ما احنا كلنا خايفين. اسكت بقى. لا 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 انا مش قادر اكمل يا عم، ده الموت اهون. انا كنت مراهن ان انت اول واحد هتقع مننا. على فكرة انت خسرت الرهان، مش هو اول واحد هيقع. انا عايز ارجع معتز بتاع زمان ومش عارف. اهدى معتز ما تتهورش. هو عاوز يخطرنا، عاوز يهدينا بأي طريقة. شوية بالبرد، شوية بيلعب على أعصابنا ونفسياتنا. اهدى اهدى بلاش تهور. ارجع. انا كده كده هموت، بلاش تموت معايا. محدش هيموت. انت مش هتموت وانا مش هموت، محدش فينا هيموت. اهدى. ارجع بقول لك. ارجع بقول لك. شوية هدوء، شوية هدوء بس. خلاص اهدى خالص. خلاص. لا خلاص. اهدوا بقى. كل خطوة بتمر بتضعفوا أكتر، وبتنهار مقاومتكم النفسية والجسدية أكتر، وبتقربوا خطوة ورا خطوة من مصيركم المحتوم. يا اخي العرب شكلك بلاو لعبوا دي لعبه. اللي هيجنني هو عارف عننا كل الحاجات دي ازاي؟ مش هيقول لك طبعا. هو عايز يوترك، يجننك، يخرجك بره شعورك، يفضل طول الوقت محيرك. اظن بقى كده المرحله دي خلصت. ابعدنا عن المرحله التانيه دي، اصول اللعب. الجيم لسه مخلص واللعب لسه هيبتدي، وعامل لكم مفاجأة حلوة قوي في الليفل اللي جاي.
مش عايزكم تتشائموا من اللي هقوله، بس انا شامم ريحه دم في الاوضه دي. دم ايه؟ ده في تلاجة، ده شكلها مرحلة دلع. مش خايف تكون مسمومة؟ مفيش حاجة هنا فيها دلع، خلي بالك. ما اعتقدش يعني انه ممكن يموتنا موتة تافهة كده. مفيش حاجة مضمونة، انت بتلعب مع الشيطان. يا عم كنت سيبه، ونبقى خلصنا من واحد. طب تراهني بقى، احنا لو خلصنا من واحد هتبقى انت اول واحد. طب ابرك بقى على مخك عشان انا خلي بادئه من طرق بيتنا. طب ما تخلينيش بقى اقتلك في طرقة بيتكم. دي المرحلة التالتة قبل الأخيرة للبعض منكم، ودي اسمها غرفة المواجهة. والمواجهة بين مين ومين؟ ده هتعرفوه لما أبدأ أتكلم. كل واحد فيكم لازم يرجع معايا بالذاكرة لورا، وبالتحديد من سنة فاتت. لايق عليه قوي اسم أجمل. زي القمر حتى من. تفتكر هياخد باله مننا لما نكبر؟ تفتكر اصلا انه هيلحق يكبر؟ انت بتقولي ايه؟ انا خايفه بعد كل اللي احنا عملناه ده ربنا يعاقبنا بيه. يمكن لو لؤي كان عايش كنا رحنا استسمحناه وبوسنا ايده ورجله. يمكن ربنا يرحمه من الوجع والندم اللي احنا عايشين فيه ده. انا من كتر الافكار اللي بتجيلي اللي بتبقى هتجنني ما بقاش عارفه اعمل ايه. بقيت اسحل نفسي في اي حاجه. طب قولي لي بقى بتسحلي نفسك في ايه؟ في لعبه كده بقيت العبها على الموبايل. ساعات بحس ان القمر ده بيجري في دمي. ببقى نفسي العب ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. ده اليومين دول وانا فاضي بلعب لعبة بقى براهن فيها على حياتي. وريني كده. اهي لعبة شيطان. تاكلي دي من ايدي يا وزيت انت يا بطتي. اوعى كده يا اخت، انا مخاصمه. انت زي الوز حنيه بلا. يلا جرى يا راجل انت مالك في ايه؟ ليك كام يوم كده حالك متشقلب. لوسي بقول لك مش عايز خوت الدماغ. لو عايزه فلوس استني لما اخلص اللي في ايدي وانا اسيبهم لك. وده ايه ده يا اخويا بقى اللي في ايدك ده؟ وريني كده. شكلك لايف لك على واحده اليومين دول. مش ذنبي ان انا وسيم. انا اصلا كتير عليكي. ده البنات كانت بتتزحلق في الترعه لما تشوفني معدي في الكف. وده ايه ده اللي انت بتنيله ده؟ ودلوقتي وقت المفاجأة الكبيرة، وقت الكارت الرابح. والنبي يا جماعه اللي يطلب حاجه من البوفيه حاسب عليها، الانتاج ملوش دعوه. يا استاذ اللي بتحش هناك وبروح حاسب يا اخويا. واقف لي ليه يا حبيبي؟ يا استاذ كده احنا من الساعه 7. معلش كده نص يوم. قفل كده نص يوم ولا نص يوم؟ كده نص يوم. يا اختي يا ابن الذين يا ماجد وحشني. يا لهوي يا شادي، وحشني وحضنك وحشني. انت اكتر والله. طمنا عليك. انا الحمد لله والله يا صاحبي، اخيرا ظهرت. انا موجود اهو الحمد لله. نزلت شغل جديد وربنا يكرم. طب وايه مع مين بقى؟ مع سوا صلاح. وحلوه على كده؟ حلوه وصاروخ، وانت عارف انها صاروخ ما تمثلش. ده انا بعشقها يا شادي. انما قول لي بقى، انت كنت مختفي فين الفتره اللي فاتت دي؟ والله ماجد الحمد لله جالي دور اكتئاب شويه كده بعد انتحار لؤي الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف ان انت ما كنتش مدير اعماله بس، عارف ان انت كنت صاحبه الانتيم كمان. الله يرحمه. شادي انا كنت عايز اقول لك على حاجه في حوار لؤي دوت. حاجه ايه؟ لؤي ما انتحرش، لؤي اتقتل. انت جبت الكلام ده منين يا ماجد؟ انا عندي واحد صاحبي بس ثقه جدا شغال في المباحث، حكى لي على الحوار ده كله. ما قالكش مين اللي قتله؟ قال لي البت الشمال اللي كانت بتروح له البيت، فاكرها؟ اللي طلعت معايا في الفيديوهات اياها، ومن يوميها محدش عارف لها طريق جره. المهم انت كنت وحشني، تعال اعزمك على قهوه في البوفيه. لا تعزمني ايه ده، انا مسيطر هنا قوي، تعالى بس. ايه يا حبيبتي؟ عماله اتصل ما بترديش عليا.
أسيل أسيل لا 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 ليه 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 كده ليه 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 حرام عليك كده ليه آه آه مالكش مين اللي قتله؟ قال لي البت الشمال اللي كانت بتروح له البيت، فاكرها؟ اللي طلعت معاه في الفيديوهات اياها، ومن يوميها محدش عارف لها طريق جره. ايه ده؟ مش لانا دي ايوه بالظبط هي. وانت يا ملك القمار يلي حياتك كلها رهانات، فاكر لما انت بجد هتشتغل لصالح السرياوسي ده؟ انا اشتغل عنده كمان ال10 مليون جنيه وجايين بالسهل. حد برضه يقول لي 10 مليون جنيه لا، ده يبقى حرام علينا. طب وعندك حد يخلص الموضوع ده؟ عندي واحدة عبيطة كانت بتحبني زمان، بالصدفة عرفت إنها اتجوزت واحد عبيط ممكن يخلص لنا الحوار ده. ودي مين بقى؟ طبعا انت فاكر مين هي. يا معلم على فكرة أنا بحب بنتك من قبل ما أعرف إنها بنت، ومن قبل أساسا ما أعرف إن أنت أبوها، ومن قبل ما أعرف إن أنا بحبها أصلا. اوعى تكون غلطت معاها. أنا جاي لك قبل ما أغلط معاك. بحبك يا لوسي، ولو ما اتجوزتنيش هخلي يومك ازرق من بدله المعلم عبود. يا كلب يا واطي. ما تبقاش مغفل طول عمرك، وقبل ما تشتمه اعرف الباقي عشان تعرف انت اتغفلت لحد فين. بجد قاعد قدامي مش مصدقه نفسي. لا صدق. يا لوسي وحشتيني قوي. انا عمري ما نسيتك، انت بالنسبه لي الحب الاول والاخير. ما كنتش هربت وسبتني. انا ما هربتش يا لوسي، ابوك الله يرحمه هددني ان انا لو ما بعدتش عنك هيقدم الكمبيالات اللي عليا وهيسجنني. كنت ظهرت تاني يا هاني بعد ما ظروفك اتحسنت. انت ما تعرفيش انا بعدك عشت ازاي. لوسي انا دخلت المصحة، عارفه يعني ايه مصحة؟ هاني ايه ده انت بتعيط؟
لا دي دموع القطر. ايه؟ دموع الفرحة. فرحة إن أنا شايفك قدامي. أنا اللي زعلان منك يا لوسي عشان أنتي اتسرعتي ورحتي اتجوزتي، ما صبرتيش. انا كان لازم اتجوز يا هاني بعد ما انت خلعت وخليت بيا بعد اللي كان بيني وبينك. أنا ما خلعتش، أنا عمري ما نسيتك زي ما قلت لك. طول عمري شايفك إن أنت حلالي وأم عيالي، لكن أعمل إيه؟ الظروف كانت أقوى مني ومني. بجد يا هاني طب انا هطلب الطلاق. لا، أنت لو طلبتي الطلاق هتبقي بتضيعي حقك. طب اعمل ايه يا هاني؟ أنت تطلبي لنا حاجة نشربها وأنا هقول لك تعملي إيه بالراحة. هو أنا ينفع أمسك إيدك عادي؟ ايوه يا هاني اللي فيه. وحشتني قوي. أنت كمان وحشتني قوي. وطبعا عشان طول عمرك راجل مغفل ما خدتش في ايد لوسي غلوة وضربت الورق بتاع القصر باسم رؤوف السرياوسي. واديت الورق للوسي وصدقت كلامها ان السرياوسي ده جوز صاحبتها. وفرحت برضاها عليك وب100,000 جنيه رماهم لها هاني، هما في الظاهر تمن ضميرك لكن في الحقيقة تمن شرفك. لكن صدمتك كانت كبيرة قوي لما عرفت انك مغفل، ولانك غبي فكرت ان حبها القديم هو السرياوسي، عشان كده قررت تنتقم منه. في ورقة يعني مضيتها وختمتها بالغلط يا معلم شبوكشي. كمان المدام كانت تعبانة يعني فدماغي مشغولة، مش عايز اشغلك معايا. المهم الورقة دي هترتب عليها ظلم كبير قوي لناس غلابة، عشان كده عايزك ترجع لي الورقة دي بأي تمن. الورقة دي عند محامي نصاب اسمه السرياوسي. ولا تشيل ايتها هم، حاجتك مقضية ان شاء الله. ربنا يقدرك على فعل الخير يا معلم. السرياوسي ها؟ وطبعا كان في شخص واحد بس يقدر ينفذ المهمة دي، والشخص ده أكيد عارف نفسه. ادي المصلحة باختصار. بص سهلة، بس أنا عايزك تاخد بالك من حاجة. الحوار ده فيه شعلقة ومواسير ونط وشبابيك، مش زي المرة اللي فاتت لما خليتني أبدل كرة القمار وخدت 10,000 قهية. دي عملية وراحت لحالها. وبعدين انت ناسي 10,000 قهية في دول اللي روقوا عليه ونعنشوك ولموك انت والبت رمانة بين 4 جدران زي الفل. يا عم فين ال4 جدران دول؟ ده مفيش سقف هنا. وطبعا زهير رجع الورقة المعتز اللي رجع القصر لأصحابه عشان ينتقم من السرياوسي. أما زهير حاول بالتمثيلية دي يستغل سذاجة رمانة عشان ينظف صورته قدامها ويحاول ينسيها ندالته وجبنه في الليلة إياها. بس يا زهير انت عمرك ما سألت نفسك مين اللي صغرك قدام رمانة؟ اكيد بقى زعلان على النجم. طبعا. راح فين يا كبير؟ نزل لك براعي ايه؟ ماشي. افرد جسمي جوه شويه. نوم العوافي. هتيجي بقى نرد واجب الباشا. نعمل ايه يعني؟
استلقط له بنت حلوه كده، تيجي بقى تطر علينا السهر. نجيبها منين وبكام؟ لا منين دي امرازه؟ طب ما يلا بينا. انت ما تتكلميش يا بنت. بنت دي تبقى خالتك يا خالتي. تعالي بس بقى. هقول لك ولا اوعى يا ابن المجنون. اختي بقى. اوعى يا اخي. يا اخي وما تخافيش. فوق عليكم، انتوا مش رجاله، انتوا نسوان. نسوان. بس ما تخافيش، انت كويسه. تعالي على مهلك، ده احسن دلوقتي. ما تخافيش، اهدي. يلا توكلي على الله، ربنا يستر طريقك. الله يستر، الله يستر. نصيحه فوقك من الجوز الهفا اللي انت متجوزاه ده. الله يستر. طب ما انت اللي خدت المطر. باقي بقى الكارت الأخير. وطبعا السرياقوسي لما عرف إن الورق اتسرق منه اتصور إن اللي عمل كده فيه هو هاني، وراح له وهدده بالقتل. وعشان كده لنا رمت شباكها على لؤي، لأن هو كان الوريث الوحيد للقصر اللي السرياقوسي كان عايزه. ولما طبعا ما قدرتش تلاقي العقد، كان الحل الأسهل هو موت الوريث ده. وبكده اتقتل لؤي في نفس الوقت اللي اتفجرت فيه الفضيحة بتاعت الصور والفيديوهات. والكل طبعا اتصور ان لؤي انتحر، لان ده كان شيء منطقي تماما. يعني انت كنت السبب في موت مراتي؟ افهم بس يا شادي. افهم ايه؟ الدور مش عليك ولا عليه، الدور عليا انا. انتوا الاتنين عديتوا المرحلة دي بنجاح، ووصلتوا للمرحلة الأخيرة اللي اسمها مرحلة الوحش، ودي المواجهة فيها هتبقى معايا أنا شخصيا. تحت رجل كل واحد فيكم مسدس في 3 طلقات، وخلال 10 دقايق من دلوقتي واحد فينا بس احنا ال3 هو اللي هيعيش، اما ال2 التانيين هيبقوا جثث. بلاش تردد، دي اللحظة اللي كل واحد فيكم خاطر عشانها، ويجيلي الموت برجليه عشان يوصل لها. انت يا شادي كنت عايز تعرف مين ورا اللعبة اللي تسببت في موت مراتك، وانت يا هاني كنت عايز رهان اكبر من اي رهان مريت بيه، فقررت تراهن بحياتك. اما معتز فكان عايز يخلص من حياته ومش عايز ينتحر بايده، وزهير كان عايز يثبت شجاعته الرمانة.
نفسك في ايه قبل ما تموت؟ وبتعمل كده ليه؟ وكل المعلومات دي عرفتها ازاي؟ يا عبيط، انت مستحيل. ايوه انا فعلا كنت في نظر ناس كتير انسان غريب، عشان مش بخبي رغباتي اللي انا شايفها حريه شخصيه. هما شايفينها جنون، وبدأت الصحافه تهاجمني، وخصوصا مراتك. والهجوم عليا خلى الموضوع يزيد معايا. كنت بقضي ساعات طويلة مع نفسي، وفي ساعة شيطان نزلت برنامج تجسس بعته لناس صحابي وفتحوه بحسن النية طبعا. بقيت كل يوم اقعد اتفرج على فضايحهم، هما بيخونوا بعض ويكذبوا على بعض، ومن هنا جت فكرة تطبيق الشيطان في دماغي. كيس عيوكي هي عب شيطان. شيطان؟ وجبت مبرمج هندي زرع جوه اللعبة برنامج تجسس تنقلي بالصوت والصورة أخبار اللي بيلعبوها من غير ما ياخدوا بالهم. امال ازاي اقنعت الناس دي كلها انك مت؟ يوم بعد يوم كانت الأفكار الشيطانية بتتمكن مني، وخصوصا لما لعبت دور الشيطان في آخر أفلامي ولبست الشخصية وحبيتها قوي. في الوقت ده انتشرت الصور والمقاطع، ولما جالي مدير التحرير اللي انتوا بعتوا له الصور عشان يهددني بنشر صور تانية، حبيت أقتله. مش عشان الفضيحة، لا، لأني لقيته إنسان زبالة والدنيا لازم تنضف منه. تعالى يا نجم، جيب معاك شوية فشار. شوف معايا الفيلم ده. فيلم ايه يا جو؟ فيلم الموسم. غريبة، جاي من غير ميعاد يعني. حقك عليا يا صاحبي، بس ايه الفيلم الجامد ده؟ انا ممكن اديك عليه جايزة السرير الذهبي. لا 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 لا، دي صغيرة. هديك جايزة الدب الذهبي. ايه الأداء ده؟ ده في عالم التمثيل بتقولوا عليه ايه؟ التلقائية. مسترسل، منغمس في الشخصية. ايه ده؟ ده أحلى فيلم ليك، أحلى من الأفلام اللي بتعملها في الشاشة وبتضحك فيها على الناس. المسكين، الجدع، الطيب، ابن حتى أنا وين؟ هنا الحقيقة. اتفضل شوف، عايز أمثل معاك فيه والنبي أي مشهد، حتى كده معاك حلوة. والشيلة دي كانت حلوة جدا. ده في بيتي. عارف. والمطلوب تسمع الكلام. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ كتير يا نجم. مبقاش غيرك انت يا ابويا. لما اقول حصلت بيني وبينه خناقه كبيره، والنار مسكت في البيت، وبعد ما قتلته النار جابت لي فكره شيطانيه. ولعت في جسمه عشان يتفحم وتضيع اي معالم من البصمات والاسنان، عشان ما يقدروش يتعرفوا عليه باختبار DNA. انا عارف ان انت كده كده هتحرق في نار جهنم، بس انا عايز اخد حقي بايدي. لكن وانا بحرقه جت في دماغي فكره تانية، اني اختفي واتحول للشيطان وابني مملكتي في القصر اللي كانوا عايزين ياخدوه مني، واخلي المراحل الاخيره في اللعبه هنا في القصر بتاعي وبتاع عيلتي. وكانت النتيجه اني كسبت فلوس كتير قوي وعشت حر اعمل اللي يعجبني، لا صحافه تهاجمني ولا قانون يلاحقني. وركزت عليكم انتوا الاربعه، جمعت عنكم كل المعلومات عن طريق اللعبه، سهلتها عليكم احيانا عشان انا كيوت وطيب، وعشان اجيبكم لغايه عندي هنا وحاسبكم حساب عسير. انت فعلا شيطان. ايه جديد؟ ما انا عارف.
كويس. انت فين؟ احنا قتلنا الشيطان، هتدخلنا جنة يا رب. الجيم لسه ما خلص. Yesun artık kıldan Sistem tüsit yazar Atın törüm tüdürüm Estaviz o şeytan Arsuf Yesun artık kıldan Sistem tüsit yazar Atın törüm tüdürüm Estaviz o şeytan